السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. تمكن أفراد فرقة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية سيدي بالعباس خلال الساعات القليلة الماضية من توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 35 و40 عاما ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في بيع العملة الصعبة بطريقة مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. القضية جاءت في إطار حماية الاقتصاد الوطني لا سيما من حركة رؤوس الأموال لبعض المسؤولين، وبعد استغلال أفراد الشرطة بذات الفرقة لمعلومات مفادها قيام مسؤول بارز في ذات الولاية ببيع العملة الصعبة بطريقة غير قانونية بمدينة سيدي بالعباس، حيث مكنت التحريات المعمقة لأفراد الأمن من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه رفقة 3 من شركائه وكشف مخططهم الإجرامي المتمثل في بيع العملة الصعبة باستغلال رعية مغربي لديه حسابات بنكية في دول أجنبية على غرار سويسرا وفرنسا واليونان. وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بالعباس لمتابعة التحقيق القضائي معهم.